السلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم. هنفتح الابواب. السلام عليكم السلام عليكم يا اصحابي، السلام عليكم. شوفوا مين عندي النهارده. يلا تعالي نعمل مقدمه انا وانت. بس التليفون مش عايز يثبت على حاجه. كنت عامله مقدمه وقلت انا ما اعرفش انزله ولا تعالي تعالي. افتحي بس برضه الكاميرا عندي. الايفون مش بيرضى يحمل، مش راضي. السلام عليكم. مش راضي يحمل خالص. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعه انا فاتحه الباب دلوقتي لقيت مين بيخبط. لقيت ندى بتخبط. انا قلت لكم هروح لها واصور لكم رد فعلها. هي لسه ما شافتش حاجه، اطمنوا. تعالى بقى كده. هي لسه، بس والله العظيم الخطه اللي كنت انا مخططاها باظت والله. كنت في نيتي ان انا اعمل حاجه تانية خالص غير اللي حاصله دلوقتي، بس اتورطت ومش عارفه حاجه هنا عشان اتصرف. ايوه عشان انا بنت. تعالوا نقلب الكاميرا ونشوف جايبه لي ايه. دلوقتي بقى يا جماعه تعالوا نفتح ونشوف ندى جايبه لنا ايه. يلا كده تعالى يا ابني. شغاله الكاميرا. قلت لك حطي التليفون ناحيه الثانيه. ما احطه انهي ناحيه؟ لا انا ما اقدرش. كل سنة وانت طيبة. شوف الكلب. لا سيرين بنتي عليك. انا ما اقدرش اعبر. بقول لكم ان هي بصراحه، طب اوعي طبعا عشان اقول لكم، هي كل سنه بصراحه بتيجي وتجيب لي هديه وتجيب لي تورتيه. يعني انا ما ينفعش اكون قليله الذوق وما اعملش كده. هي بس انا أصلاً بصور هنا. هي حتى وبصور هي هنا. قلبي. وعشان كمان كل الناس اللي بيدخلوا يقولوا لي، اقسم كل ما تنزلي ستوري يدخلوا يقولوا لي ايه هو انت ودنيا متخانقين. دي لا دي كلمه. انا بقول حاجه في اي فيديو يقول لي هو انت بتقولي على دنيا؟ حرام عليكي والنبي اقفي جنبها. تاكلوا دنيا يا رب. تاكلوا دنيا عشان يقعدوا يقولوا لي اقفي جنبها، دي غلبانه. دي مش غلبانه يا جماعه، انتوا واخدين عنها فكره دي غلط. تعبانه. دي تعبانه. دي تعبانه. دي تعبانه دي. تعالوا بس ايه، تعالوا اوريكم انا جبت لها ايه. استني بس كده، استني عشان عايز اثبت التليفون على حاجه. استني انت ما عندكيش غير الستاند ده؟ معلش غير واحده وانت اللي غلبان. طب ما تعرفيش تسنديه من هنا؟ يا اما عايزه تصوري من عندك وبيبعتي لي المقطع يعني. لا انا ماليش خلق ان انا ابعت. استني. حط لنا ولاعه. استني اجيبهم ولاعه يا رب. هاتي ولاعه على المقطع. هو انا عاوزاكم تقولوا ردود اه هي كانت الدنيا. بصوا ده كل سنة وانت طيبة وكمان حبيب بيرثدي. شاطره سامعين؟ قولوا لها كل سنه وانت طيبه وهابي بيرثداي تو يو. بصوا جبت لها بقى ايه رقم 27. لا احكيهم خليهم يديروا انا 70. هخليهم 72 عشان هي اصلا قرشانه. خليها تديروا 70 خليهم يموتوا واخلص. بصوا بقى. لا دي صح دي. اوعي تكون كده. اوعي تكون كده. انا كنت هجيبها لها نص ونص، بس ايه عرفت ان هي بتحب الشوكولاته فقلت اجيبها لها شوكولاته. واصلا اقسم بالله مش هي دي التورتيه اللي كانت جايه. كتير. طب والله العظيم وحياة ربنا هي مش عشان قاعده، بس هي اقسم بالله يعني هي تستاهل كل حاجه حلوه. دي يعني حاجه قليله. اوعي ولا تسمعني كده. لا سيريا تشحت عليا دلوقتي. صح كده صح؟ ولا عكسهم؟ كعسير. بس يختي. تعالوا بس نتصور بيها الاول. تعالي استني بس اوريهم الهديه بس، وعشان انا صارفه ومكلفه بس. والله العظيم انا صارفه ومكلفه. بصوا يا بنتي من لمسه كمان يا هي هتفتح بقى عشان ايه وانتوا شوفوا بقى لا ايه. كتير يا ندى والله. والله العظيم ما كتير وحياة ربنا. لو الدنيا احسن من كده والله كنت جبت لك حاجه احسن من والله مش مقلق. والله كتير. والله العظيم كتير. وربنا هعيط مش مقالك والله العظيم اقسم بالله. سوري يا جماعه معلش انا وندى ما بنهديش بعض غير بالدهب. أيوة. احنا اغنياء بس عارفه المثل اللي هو ايه، انا غنيه واحب الهديه. انا مستلفه حقها عشان ده قدامكم بس انا هاخدها وانا ماشيه رجعتي عليها صوت. كتير والله كتير. والله العظيم ما كتير اقسم بالله انا جايباها وانا مكسوفه. ده ومصحف اقسم بالله تسلم ايدك تعمل تلبسين. والله العظيم مش والله دي مش مقامها خالص. تعالي البسين. بسوي. بس انا مش عارفه اعملها. ايدك. انا عملت حاجة. من لمسه كمان ده مضايقه نفسها. اوبا. بسوي كده في دي راحتي. يا أبا. المشكله ان انا مش عارفه افتحها. انا عايزه
عايزه اقول لكم ان انا عايزه انا كل العالم يقول هابي بيرثداي تو يو. انا عايزه اقول لكم ان انا اقسم بالله ما هو ده اللي كان في نيتي. انا هحط لكم صوره التورتيه اللي انا كنت هعملها لها، وكان في دماغي اصلا فكره كنت عايزه اعملها وللاسف هي ما نجحتش. انا كنت احرقها يا دنيا اقول روحي واحد. يعني بس كده عشان انا لبست حلو 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 حلو. النبي عجبك؟ اقسم بالله وحياة قمر. الله. حياة ربنا قمر. والله انا عارفه ان هو والله مش لاقي كده. امك واحده بالله. هو في الحرب خمس ايام. بصي دي. والله العظيم اقسم بالله انا جايبه لك عروسه ونسيتها في البيت وحياه ربنا يا سليم. والله جايبه لك عروسه انا مش عارفه ازاي نسيتها، مش عارفه. ده انا لسه قايله لجانا امبارح حضريها لي عشان اخدها معايا وانا نازله الصبح. انسيال عشان وانا بعمل لكم استريات هبينها لكم. والله يا جماعه مش نعمه وحياه ربنا. يلا بقى يلا كده يا جماعه. يلا كده يا جماعه. بنتي يا ستي بنتي. بصي والله طب بصي هقول لك تعالي. سيب تعالي. والمصحف جايبه لها عروسه ونسيتها خالص. نسيتها خالص وانا نازله. عايزين نشغل هابي بيرثداي تو يو. استني انا عندي سماعه. استني دي. اسمه ايه؟ انا ام التليفون ده اقسم بالله ما فاهمه في حاجه. ده مش طالع، هو لازم يظهر الجديد. ده كان ده قديم من عندنا. ايوه كده يا ماما بس. خلاص يا سوسو انت مش زعلانه؟ خلاص. والله العظيم هي بالله عليكي يبقى عدي عليها خديها وحياه امك. في سليم. وانا ما عملتش حاجه ليه. والله العظيم جبت لك عروسه بس انا نسيتها والله. ما تزعلينيش بالله عليكي عشان انا اصلا جايه متضايقه بسببها والله. اهدي يا سليم اهدي. ها اوعي يا بنتي بتشغلي. بس بس ده تشتمي. بصي اهي شخصيتها حقيقيه اهي. ما فيش عندها صبر بربع جنيه يا نهار اسود. يا ابني عيب. طب لقطيني من عليك مش في نت. كمان الحق اللي جاي جايبه لي دي اصلا مش قلت لك يا بنتي احرقها صوت. يلا نقفل الانوار. يلا. طب جبتي ولاعه؟ اه هي في ايدي اهي. هنساعدك بيها. فين؟ يلا يا بنتي. فين؟ بيصور؟ مش كده مش خلاص يصور؟ لا انا لسه فاصله قلت على ما تيجي. يلا. يلا تعالي سوسو غني لماما يلا. يلا يا قلبي. يلا يا سليم. يلا. هابي بيرثداي. يلا تعالي والله العظيم وحياة ربنا هجيبها لك. انا نسيتها في البيت والله. يا سليم. انت عارفه ده انا جايبها لك بترقص كده وبتغني. تعالي هي هتبعتها لك في اوبر. تعالي. طب تعالي يلا قولي لماما هابي بيرثداي تو يو. مش هتقولي لماما هابي بيرثداي تو يو. لا تعالي عندها قولي. 72 27 سنه. تعالي هنا يا سليم يلا. يا بنتي الشمعة هتخلص. كده يا سوسو. يلا تعالي يلا. يلا تعالي. القلوب دي عشان تعبر لك عن حبي بس عشان تعرفي. عشان انا عارفه ان انت محرومه من الحب والحنان. قلت مش هحرمك. جبت لك كل القلوب اللي في الدنيا وخدي بقى بالك انا جبت لك القلب الابيض والاسود عشان ما ابقاش حرام. والبينك والبنك جبت لك كل مراحل الحب. عارفه انت اللي هو الحب اللي بينمو من اول وجديد. يلا يا سليم. مش هتيجي. طب يلا قولي يا بنتي. يلا يلا كده يا سوسو انا زعلانه منك. تعالي يلا. يلا يا سليم. والله هبعتها لك في العربيه. انا هروح وابعتها لك في يا اوبر. سوسو يا سوسو ده عيد ميلادي انا يا سوسو. ما هي جايبه لك التورته دي ليكي اصلا. هي مش لا والله انا فعلا جايبه لها عصير نسيتها خالص. يلا. تعالي. طب خلاص يلا يا بنتي. يلا هابي بيرثداي تو يو. هتشجع. هابي بيرثداي تو دودو. هابي بيرثداي تو يو. محدش عبرها غيري. والله كل اللي اعرفهم كلاب. هابي بيرثداي تو يو. بعد كده دخول في حياتي بانترفيو يا اولاد الذين. مش عايزه اقول يا اولاد الايه. هم عارفين. كنت عامله فيديو بقول فيه الناس اللي هي بتدخل تصفر ومش عارفه هي لها معنى تاني بس مش عايزه اقول. واحده كانت في الكومنتات الصور
بالظبط كده. دخول حياتي بعد كده بانترفيو يا اولاد يا اولاد التيت، مش عايزه اتكلم بقى. يلا يا بنتي كده نجيب الطبق يلا يا بنتي. مين اللي هيطفي الشمس؟ استنى انا تعالي عايزه طفي طب مع ماما. عايزه اتمنى امنيه. ايوه انا بقى عايزه اعرف انت هتتمني ايه. اتمنيها في سرك وبعد كده قولي لي. اتمني ان ربنا يديمني في حياتك. ماشي استني يا باشا مش استني. لا ده انت كده مش بتدعي، انت كده بترتاحي. ده مش دعوه دي ابدا. يلا يا شفتوا سيدي. الدعوه عامله زي خناقه. يلا يا سليم الشمعة بس طبعا تستاهل. يلا يا سليم انفخ يلا. لازم انت اللي تنفخي. يا لهوي لا استني. مش عارفه بقى الحوار ده كله انتوا كنتوا شايفينه في مش الدرس عارفه. ولا مش شايفينه؟ كنتوا شايفينه ولا مش شايفينه؟ انا كده اديت لك تليفوني. حاسب يلا. خد. انا عايزه اقول لكم ان احنا في حاجه يا سليم هناخد منها حق التورتيه دي وانا مروحه. دي ده نزلي بكره. هناخد منها حق التورتيه دي وانا مروحه. ما انا قلت اصلا لك. اللي انتوا ما تعرفوش دلوقتي عشان الدنيا غلا، ده شو ما تعرفوش ده دلوقتي هما بيعملوا ايه؟ مش حد بيقدر يشتري تورتيه بيأجروها ويرجعها يعملوا تاني. بقى عيد الميلاد ويرجعوها تاني. بيقول لك قطعوا بقى خلينا نخلص. انت عايز تاكل تورته؟ ها؟ دي ممنوع. بقول لك هنرجعها تاني. احنا مأجرينها اصلا. مأجرينها. انت معالي دي من الامارات من دول. ده قلبي. لا انا ده قلبي اللي الناس قطعت ونهشت فيه. ده حقيقي والله قلبي. قلبي. بصوا، انا عارفه هي عايزه تقول ايه فبقول لكم بالنيابه عني. بصوا يا جماعه تاخدوا بالكم. بصوا الشقه يا ابني يا ايه حبيبي. ده وانا جايبه شوكه واحده؟ ده بصوا الشمع بيتاكل ازاي؟ زي حياتي. زي يا لو على اللغوصه. كل ده برضه من خيري. نعم. واخدين بالكم من الانسان ولا باين اكتر؟ طب والله ده عارفه الثانيه محمد شكلها ايه؟ ايوه حقيقي. والله محمد قال لي بس انا قلت له لا التانيه عشان شكلها حلو. حقيقي مش هتاكل ما بناكلهاش اصلا. على فكره عايزه اقول لكم على حاجه. انا واحده غداره وماليش صحاب وصحابي كلهم بغدر بيهم. ده حقيقي على فكره اسالوني انا. عايزاكم تسالوني يا جماعه كده، انا قاعده كده في الارض قاعده بلدي جدا. عايزاكم تسالوني سؤال. اشمعنى ندى هي اللي معمره معايا لغايه دلوقتي؟ ابعت جيبي لي اشرب. روح هاتي زيت ميه من الثلاجه يا اسالوا يعني عايزاكم تردوا عليا. اشمعنى ندى هي اللي معمره معايا لحد دلوقتي؟ عشان انا بنت اصول. لا يا حبيبتي مش انت بنت اصول. لا هو انت بنت اصول ثواني بس عشان انت دماغك زي بصوا يا جماعه شفتوا كلمه الطيور على اشكالها تقع؟ دي الكلمه دي صح حقيقي 100,000 حقيقي. ليه بقى؟ دماغها دي زي دماغي. بس مش دايما على فكره لان ساعات بنقع على ناس بتبقى مش شكلنا ولا لا شبهنا. لا ما بتكلمش على الناس اللي بيخشوا حياتنا، انا بتكلم على الناس اللي هم يعني مكملين معاهم. بصوا هقول لكم على حاجه. انا وهي مش معنى كده يعني بصوا احنا كنتوا بتشوفوا ساعات مثلا في الكاميرا اتنين صحاب تفتكروا ان هم مثلا علاقتهم على طول حلوه. ده ما بيبقاش حقيقي. مفيش حد في الدنيا ما بيتخانقش. الواحد ومراته بيتخانقوا، الواحده وصاحبتها بيتخانقوا، الواحده وامها بيتخانقوا. ده انا عايزه اقول لكم ان انا بتشتمني بابويا وامي. طب ما هي بتشتمني بابويا وامي برضه. خليهم بس يقعدوا يقولوا علينا فضحينا. على فكره احنا بنتخانق كتير جدا بس ايه انا من وجهه نظري بس ما عندناش فجر الخصومه. انا من وجهه نظري ان الناس كلها وارد ان هي تختلف عادي. بس انا البني ادم بيظهر فين بقى؟ بيظهر في وقت الزعل. تعرفي البني ادم اللي قدامك ده كويس ولا مش كويس وقت الزعل. وقت الزعل بيطلع اسرارك. وقت الزعل ما بيبقاش عليكي بيسيبك تزعلي بتخبطي دماغك في الحيطه. يعني بقول لكم قدامها اقسم بالله يعني هي ساعات كتير بتغلط في حقي. بتعمل حاجات كتيره جدا ساعات بتضايقني. بس الحاجه الوحيده دلوقتي الحاجه الوحيده استني بس
الحاجه الوحيده والله العظيم اللي بتخلينا يعني ان احنا نرجع تاني، يعني هي بترجع تدور عليا وانا برجع ادور عليها، مش اللي هو خلاص بقى احنا اتخانقنا ويلا غارت في داهيه وهي تقول لك يلا غارت في داهيه وخلاص، زي ما بيحصل كتير وبتشوفوا يعني. فالبني ادم اللي تلاقيه بيدور عليك وقت الزعل، سواء انت الغلطان في حقه او هو الغلطان في حقك، يعني احنا ساعات ما بندورش مين اللي غلطان في حق التاني. انتوا عارفين لما بنكون متخانقين مع ندى، اما نكون متخانقه مع يعني متخانقين مع بعض، خدي سليم اقعد هنا كله ونيجي مثلا ايه نقعد مثلا بالشهر والاثنين والثلاثه ما بنكلمش بعض، ونيجي لما نيجي نكلم بعض اول مقابله دي بتبقى ازاي او اول مكالمه دي بتبقى ازاي؟ افتكر لا اساسا افتكر حاجه هي عملتها فيا او هي تفتكر حاجه عملتها فيا، فبتحصل المكالمه من هنا انت قلتي وانت عملتي، انت قلتي وانت ما تعرفنيش تاني وانا مش عايزه اعرفك تاني، مش عارفه يبقى كده انت عامله ايه؟ انت ايوه خلاص كده تقعد تحكي لي على حوارات حاصله، اقعد احكي لي على المواقف لا حصلت، اقعد احكي على حوارات من اول ما سبتها لغايه ما ايه لحد المكالمه، لحد وقت المكالمه. يعني مثلا شهر افضل احكي لها ايه الحاجات اللي حصلت طول الشهر. طب اصلا اقسم بالله هي لو بصت هتلاقي ان احنا كل الخناقات اللي اتخانقناها هي مش سببها حاجه عملتها لي ومش سبب حاجه انا عملتها لها، هي سبب ان ناس بتدخل توقع ما بيننا. بالظبط كده، وحياه رب دي احسن كلمه قلتيها في ام القعده. يعني ما بيبقاش في موقف هي عاملاه فزعلني، او انا موقف عملته فزعلها، وبيبقى مثلا انا حد مشايلني منها فببدا ان انا ايه اتغير اخد جنب، هي برضو حد بيبقى مشايلها مني او مفهمها مثلا ان انا عامله حاجه انا مش عاملاها، فانا اللي بيضايقني فيها ان هي مثلا ما بتجيش ان هي تواجهني مثلا انت عملتي كده فبتزعل وتاخد جنب. واللي بيزعلني منها اكتر، انا بقول لكم كده ما قلتلاش الكلام دوت، يعني اللي بيزعلني منها اكتر ان هي بتصدق يعني اي حد بيروح يلعب لها في ودنها مثلا لو فلانه عملت او فلانه بتقوم مصدقاني، فانا بقى ما بحبش كده اصلا. ما بقتش دلوقتي اللي بيدخل يوقع انت ماشي مش عايز ايه؟ انا عن نفسي لا انا مش لا كده عليا فاهمين انا عارفين انا مش كده، انا مثلا لو انا مصاحباها انا عارفه الدنيا، لو الجن الازرق جه قال لي عملت سوت ما بصدقوش. سليم فاكره يا جماعه ان اي عيد ميلاد بيحصل في الكون لازم يكون بتاعها، خلصت بالذات لازم يكون بتاعها. خد لا يا ماما خدي، انا مش قادره اكل. ده قلبي اللي موجود اصلا يا جماعه اقسم بالله الناس مش مفهومه، احنا ما بنبقاش فاهمين انتوا عايزين ايه، لما بتشوفوا اتنين حلوين مع بعض تفضلوا تقولوا ايه بكره تقلبوا على بعض، بكره تغدروا ببعض، لا بكرة ثواني مش عارفه ايه، تيجي ندى تعمل روتين علمي دنيا النظافه عشان هي معفنه. عشان انا معفنه بصراحه، في دود بيمشي هنا في الشقه. تيجي مثلا تكون قاعده معايا، تكون مثلا انا بقى بعمل ميك اب، علمي ندى تحط ميك اب عشان ندى ما بتعرفش تحط ميك اب خالص، ويجي تيجي يعني يقللوا مني عندها ويجوا يغلطوا فيها عندي. ولما نتخانق بقى، ولما يعني احنا لو احنا حلوين تقعدوا تقومونا على بعض، ولما نتخانق بقى ما احنا قلنا لك على فكره بعيدي عن دنيا، ما انا قلت لك على فكره كل اللي بيقرب لك عشان خاطر مش عارفه ايه، اقسم بالله ده كده الدنيا كلها انا ما اعرفش فيه ايه. بس يا جماعه انا خدت قرار، اي حد او اي قناه او اي ايميل يدخل زي ما انا شايفه الرساله اللي كانت بتجيلي مكتوبه ابعتها لي، حد اي تعليق اي اكونت اي رساله تجيلي وتغلط او تيجي تقول لي مثلا دي ندى كذا او مش عارفه ايه، انا هعمل لها بلوك، انا ما بقتش اصدق اي حد ولا اي حاجه. ايوه انا ليه البني ادم اللي قدامي لما اشوف منه حاجه مباشره على الاقل هتعرف احاسبه، لكن انا اسمع ده اصلا ما بقاش شتمك الا اللي بلغك، اللي بيوصل هو اللي بيكون هو اللي غلطان، هو اللي بيكون شتم، هو اللي بيكون صاحب الموقف. كل ده حقيقي. ثاني فيلم بتاعنا فتح والله العظيم يا جماعه الناس بتغلط تخش تقول لها ايه تكون هي بتعمل روتين تنظيف، علمي دنيا انها تروق زيك كده، وعلمي دنيا انها تعمل مش عارفه ايه زيك يا جماعه كل واحد مميز في حته، كل واحد هي ممكن تكون اشطر منك. بتتفرجي عليا ليه؟ لما انا مش عاجباكي انت بتتفرجي عليا ليه؟ وانت بتدخلي تشتموا عليا قد كده، ده بيقعدوا بيقولوا لي بقول لك ايه؟ بيقولوا لي انا ان انا بتمرقع، انا كده بتمرقع، ده احنا اصلا دلوقتي بيئه، ده انا دلوقتي بقول على نفسي بيئه، تقولي ما بتتمرقعيش وانت بتتكلمي. لا على فكره دي طريقه من العاديه. على فكره احنا اصلا بنقعد نجعر، احنا اسمها ايه؟ جعجعين جدا، وصوتنا نبره صوتنا اصلا عاليه. لا عارفين الحاجه اللي ندى شبهي فيها جدا لما بنيجي نتخانق او حاجه تعصبنا صوتنا ده يبقى كده، فبنضيع حقنا بالصوت العالي. ده حقيقي، يعني ممكن يكون لنا حق بس احنا بنضيعه بصوتنا العالي وبغلطنا عشان اي حاجه بناخدها على اعصابنا وكده. ايوه بس على فكره وحياه ربنا الناس اللي بتبقى كده دي، يعني عارفين المثل اللي هو بيقول لك ايه صوتك العالي
دليل على ضعف موقفك، الكلمه دي غلط جدا. لان في ناس يعني عايزه تقول انا لا ما حصلش كده. لا لا انا هقول لك مش عارفة إيه. انا لا مش كده. بتعلي صوتك عشان الناس تسمع. اللي متعصب ده هو متعصب ليه؟ عشان دمه محروق. الهادي ده هو هادي عشان هو دمه مش محروق. هو لو هو متعصب عمره ما هيبقى هادي. الواحد بيبقى منفعل عشان هو دمه محروق. انا دمي محروق فشيء طبيعي ان انا اكون منفعله، لكن انا بكون هاديه في حاله واحده. انا ببقى هاديه في حالاتي اللي هي بقى ايه؟ انا عارفه نفسي ان انا اللي غلطانه، فببقى مهديه. اما طول ما انا بقى مثلا انا اللي متغاظه، ايوه يا لهوي يا لهوي. شفت يا بنتي، على فكره انا كنت عندها امبارح. انا اصلا كنت عايزه اقول لهم على حاجه. انتوا بتقعدوا تكتبوا، انتوا ما بتشوفوش مع بعض، انتوا ما بتكلموش بعض. انا اصلا كنت عندها امبارح. احنا على طول مع بعض. كنت في الشارع وبعيط وبتاع ومش عارفه ايه، والدنيا كلها جايه على اتش في. تعالي انا في البيت تعالي. وقبلها بقى لنا اسبوعين اصلا ما اعرفش عنها حاجه. الواطيه دي العربيه. واحده انا بنام يا حبيبتي الساعه 7 بتدق عليا كده، بكون مسافره المغرب، بكون مسافره. ده انا بنام والله العظيم يا جماعه نوم القطط. لا انا بطبق، انا بفضل قاعده مطبقه للصبح. نوم القطط ما تعرفوش في ايه. لحد ابني. ما العيال تنزل هتاكل ولا شيء؟ وبعد كده اصحى انام، وبعد كده اصحى لما يجوا. احنا من ساعه ما المدارس جت واحنا اصلا مش بنعرف نتكلم. هي يومها مقلوب وانا عكسي. هي بتنام انا بصحى هي. ودروس وكورسات وبتاع. طب انت مش مصدقه الدروس واللي انت فيه ده؟ انا اول مره اجرب مرة حاجتين. يا صغيره على الهم يا لوزه. اه والله يا بنتي انا كبرت، انا حاسه انا عندي 72 سنه فعلا. أنا يلا كبرت. روحي نجرب من الشاي. دي بقى بتحب برميل الشاي. شوفوا برميل الشاي، برميل شاي. لا انا قصدي اقول لهم ينكر عشان هي لما بتيجي عندي بتشغلني، بتفضل مشغليني. بقول لك حتى ليه. هم هيكتبوا لك دلوقتي والمصحف هم هيكتبوا لك دلوقتي. بنحضر يا جماعه العفاريت، مش انتوا عارفين اللي هي بتعمل اعمال؟ ده فاحنا بنحضر بقى. على احنا فكره يا عاملين جماعه عايزه اقول لكم على حاجه، انا عامله عمل عشان تلزق فيا. ايوه مش معنى انا الوحيده اللي معمره معاها، هي اكيد عامله لي عمل. اكيد. عشان احنا الاثنين صفه لا زي بعض، ولالات ادب حقيقي. اما اللي احنا بنعرفهم بيكونوا هم محترمين واحنا قلالات ادب، فما بيبقوا مش نفس المود. ايوه صح، مش يعني مش بيبقوا نفس، احنا بنبقى بيئه بالنسبه لنا. مش نفس المود دوت، بيبقى دمهم تقيل. تعبت طب والله العظيم اي حد محترم بيبقى دمه تقيل، دي حقيقي. حقيقي فعلا. يعني كانت ملمومه على ناس. يا بنتي ايه ده يا يعني معنى بنتي؟ كده ان احنا مش محترمين يعني. يا بنتي مش محترمين، احنا دمنا خفيف، بنحب الحياه. ده عارفه دلوقتي بقى يدخلوا يكتبوا لك ايه؟ لا مش معنى ان انتوا اصحاب اللي انتوا تقلوا من بعض، مش معنى ان انتوا اصحاب اللي انتوا تهزروا مع لا، بعض واحنا كتير، احنا مش مش معنى ان طبعا. انتوا اصحاب وهي اللي لما تعمل لي كده وانا اعمل لها كده وبتاع كده. بصي بقى، بصي هتعملي ايه بقى؟ كده بتتلامسي. بصي كده ده بصي. تلامس. استني هي كاتبه لك حاجه عايزاكي تشوفيها، عشان هي سليم بنتي كده تيجي تزعل تخش جوه تكتب رساله وتيجي توديها. بتطلع طاقتها. فين يا ستي في البيت دي؟ ده قلب تعبان، ده قلب ده والسيده دي علامه الهلال والنجمه. علامه الاسعاف. حرفها هي سليم. الله دي جميله قوي. سليم لما تيجي تزعل مني ولما تكلمنيش تاني تخش تكتب لي رساله في قلب ورقه تيجي تديها لي وتمشي. تعمل لي كده ان هي على اسمي انا ورسمها هي ورسم قلبها مكسور من تحت. يعني لا سبتي قلبها يا شيخ. صالحيني حرام عشان عليك. القلب يرجع تاني. قلبي انا يا ناس، بموت فيها دي، بموت فيها. عارف انت